في الفيديو ده هقول لكم على 5 طرق بسيطة تخليكي تبدأي تمارسي الرياضة. ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم باك في فيديو جديد لسلسلة التحدي لخسارة الوزن في الشهر. لو انتوا اول مرة تشوفوني، هو انا اسراء بسيوني. عملت تحدي عندي بالقناة ان احنا ننقص وزننا في شهر، هنتابع مع بعض، وكل فيديو في الشهر ده هيبقى حاجة مرتبطة بالتحدي. تبقوا روحوا شوفوا اول فيديوهين هتلاقوهم في كوردز فوق، تبقوا روحوا شوفوهم بعدين ترجعوا تتفرجوا على الفيديو ده تاني. ولو عجبكم التحدي ده وعايزين تشتركوا فيه، بليز اشتركوا في القناة وفعلوا جرس زرار الاشتراك عشان يوصل لكم اول ما اعمل فيديو جديد في التحدي. ولو حابين ان انتوا تتكلموا معايا، روحوا تابعوني في الانستجرام وابداوا تتكلموا معايا هناك، انا برد على كل الرسائل اللي بتوصل لي. وللناس اللي اشتركت في التحدي ده، عاملين ايه اخبار التحدي ده معاكم؟ شايفينه سهل؟ شايفينه صعب؟ ايه الصعوبات اللي بتقابلكم؟ عايزه اعرف كل حاجه في التعليقات تحت، تبقوا سيبوها لي. وبليز برضو تبقوا سيبوا لي لو في اي فكره انتوا عايزيني اعملها في الفيديوهات الجايه تبع التحدي او تبع خساره الوزن عشان اعملها ان شاء الله. خلينا بقى ندخل في حاجه تبع التحدي ده، وهي ممارسه الرياضه. بصوا، خلينا واضحين ونتفق على حاجه، ان لو 80% تظبيط اكل و20% رياضه، طب احنا ليه اصلا بنمارس الرياضه بقى لو هي مش بتنقص من وزننا؟ هي بتساعد على انقاص الوزن، بس غير كده هي ليها فوائد كتير جدا. يعني زي ما قلت 20% من انقاص الوزن بيبقى رياضه. ان انت لما بتمارسي الرياضه جسمك بيحرق كل الاجهزه اللي في جسمك، بتبدا تشتغل صح، بتنشط اكتر، فبيبقى عندك حرق اعلى، ومعدل الحرق عندك بيزيد عن الانسان اللي مش بتمارس رياضه خالص. تاني حاجه في ان الرياضه مهمه، هي بتشد جسمك. يعني معروفه جدا ان انت وانت بتعملي رجيم وبتعملي دايت ووزنك بينقص، ان بيبقى فيه ترهلات في جسمك. الرياضه بقى هي دي بتشد الجسم وبتمنع الترهلات دي. ثالث فايده هو ان احنا مخلوقين للحركه. الرياضه دي بتخلي عضلاتك، بتخلي مفاصلك، بتخلي جسمك احسن، في صحه احسن. لما بتكبري وسنك بيزيد، لما انت اصلا كنت بتمارسي رياضه تلاقي نفسك اقوى، عندك لياقه اكتر، عندك صحه عن اي حد تاني. فبتساعد جدا على ان انت تبقي صحيه، ان انت تبقي رشيقه لما تكبري، مش بتأثر على مفاصلك لما تكبري. بس ناس كتير جدا عندها الرياضه حاجه صعبه. طب ايه اللي بيخليني امارس الرياضه؟ اولا انا مش هقول لكم يلا بينا نروح على الجيم. هي الرياضه ممكن تمارسيها بطرق ابسط من كده بكتير، فانا هقول لكم على 5 طرق تبداي ان انت تمارسي بيها رياضه وتدخليها في يومك وما تحسيش انها رياضه. اول حاجه، لو انتوا بتروحوا الجيم او لو حتى يعني رحتوا الجيم مره وكده، هتلاقوا جهاز في الجيم عباره عن ان انت طالعه سلالم. هو الجهاز كده سلم عامل زي السلم اللي بالكهرباء عجله مستمره، فانت تفضلي تطلعي سلالم. اخدتوا بالكم ان انتوا بتطلعوا سلالم؟ طب ما بدل ما انت تروحي الجيم، ما تطلعي السلالم بتاعت بيتك، تنزلي السلالم بتاعت بيتك، تطلعي السلالم اللي عندك في الجامعه تنزليها في الجامعه، المدرسه نفس الحكايه، وتتحركيها كتير. يعني تاخديها مثلا في اليوم 5 مرات 6 مرات. ان احنا عندنا في الشغل دايما في سلالم يعملوا لك اللي هو ايه، keep fit and take the stairs، خليك رشيق وخد السلالم. ففعلا السلالم حركه بسيطه بتدخليها في يومك، بتحرك جسمك، بتحرك في مفاصلك، وفي نفس الوقت انت ما حسيتيش ان انت انا نازله دلوقتي اروح الجيم واعمل رياضه وارجع تعبانه وهمدانه. ليه؟ ما انت دخلتي اول حركه في يومك من غير ما تروحي الجيم. تاني حاجه ان انت تمارسي بيها الرياضه هي المشي. انزلي تمشي حوالين بيتك على الاقل نص ساعه، اي حاجه كده، انزلي تمشي وخلاص، على الاقل نص ساعه في اليوم. مش شرط تجري، مشي بسرعه، ونص ساعه في اليوم مش هتخسري حاجه، وهتلاقي نفسك ان انت فعلا حركتي جسمك، اجهزتك نشطت، الحرق عندك زاد، حركتي المفاصل. بدل ما احنا عايشين في عصر طول الوقت قاعدين، فاحنا محتاجين اي حاجه تحركنا. تالت خطوه هي برضو المشي. بس مثلا لو انت الباص بيستناكي في حته بعيده شويه عن بيتك وبتاخدي لها العربيه او بتاخدي اوبر عشان تروحي له، طب ما تمشي الحته دي في نفس الطريقه وانت نازله. لو المحطه مثلا بعيده عن بيتك وبتنزلي من المحطه دي وبعدين بتاخدي باص او عربيه او اي حاجه توصلك لحد بيتك، طب ما تمشيها لحد بيتك. في نفس الوقت لو انت مثلا الباص بينزلك لحد البيت او مثلا بتاخدي مواصله لحد البيت، انزلي في حته ابعد من البيت بنص ساعه وامشي لحد بيتك النص ساعه دي. طبعا ده لو الدنيا امان عندك، يعني مفيش مخاطر بتتعرضي لها،
تمشيها عادي. الطريقة اللي بعد كده طريقة هي عبارة عن فرفشة وسعادة، وهتعلي عندك هرمون السعادة، وهي الرقص. شغلي اغاني وارقصي عليها، يعني بجد حاجة هتتبسطي منها قوي، حاجة هترفع هرمون السعادة وفي نفس الوقت حركتي عضلات جسمك، عملتي رياضة، حركتي جسمك بدل ما انتي قاعدة طول اليوم، وهتتبسطي وانتي بتعمليها. يعني مش هتحسي بقى اللي هو انا زهقت، انا مش عايزة انزل النهاردة اروح الجيم، انا مش عايزة اتمشى النهاردة. والله طريقة بسيطة جدا ان انتي تتحركي وانتي قاعدة في البيت وتحركي جسمك، ان انتي تشغلي اغاني وترقصي تتبسطي وتفرفشي. اخر حاجة او اخر طريقة هي ان انتي تشغلي فيديوهات من على النت وتعملي التمرينات بتاعت البيت. بتبقى تمرينات بسيطة جدا، مش محتاجة اجهزة، مش محتاجة دمبلز مثلا ان انتي تشيلي حديد. ساعات يقولولك حتى بازازتين مية تعمليها، ساعات مش بيبقوا محتاجين دمبلز خالص. بتبقى تمرينات بسيطة تقدري تعمليها وانتي في بيتك. حررتي جسمك، حررتي مفاصلك، حررتي عضلاتك، سرعتي الحرق اللي عندك. شغلي يوجا وجربي ان انتي تعملي يوجا، شغلي تمرينات بسيطة وحاولي تعمليها. يعني المواضيع بتبقى بسيطة جدا. طبعا كل الحاجات دي هتبقى اسهل بكتير لو انتي عندك حد بيعملها معاكي وبتستمتعوا مع بعض. انتي وصاحبتك بتتمشوا بعد الشغل او بعد الجامعة او بعد المدرسة، انتي وصاحبتك بتشغلوا اغاني مع بعض وبترقصي وانتي واختك. لو في حد تحسي فعلا ان هو ممكن يشاركك كده، شجعيه واعملي له شير للفيديو ده، بحيث ان انتوا تمارسوا الرياضة مع بعض بالطرق البسيطة دي وتستمتعوا. ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم وافادكم. لو عجبكم بليز تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة، وبليز اكتبوا لي في التعليقات لاي فكرة فيديو عايزين تشوفوها جديدة. بشوفكم الفيديو الجاي. باي.